في الهواء. والحقيقة مهم جدا ان كل مواطن في مصر هو اهم حاجة بالنسبة له ان هو يحصل على احتياجاته اليومية وعايز حياة كريمة. لكن الحقيقة الاقتصاد والسياسة وجهين لعملة واحدة. مفيش حاجة يعني هتمشي قبل التانية، كل واحدة هتمشي في نفس الاتجاه. فالاقتصاد ليه صلة وثيقة جدا بالسياسة. طالما الشارع مش مستقر يبقى الاقتصاد مش مستقر. طالما في تعثر سياسي، لو في أمن، لو في استقرار، إذا الاقتصاد هيبقى أحسن. بيسعدنا وبيشرفنا في استوديو الهوا اننا نستضيف الاستاذ دكتور مدحت مصطفى، استاذ الاقتصاد الزراعي جامعه المنوفيه. اهلا بحضرتك يا دكتور، مشرفنا في استوديو الهوا. تعليق حضرتك على المشهد الاقتصادي عموما وارتباطه بالمشهد السياسي واللي حاصل في الشارع واللي حاصل كل يوم جمعه. احنا في نفس زي ما بيقولوا ايه الدايلاما اللي احنا بنشوفها، وناس بتموت نفسها وبتموت ناس تانية والبلد رايحة على فين. هو طبعا لو استمر الوضع ده على ما هو عليه اللي احنا شايفينه يبقى احنا ذاهبين الى كارثة. لكن ان شاء الله انا متفائل بان هذا الوضع لا يمكن ان يستمر ابدا. الموقف اللي خلانا بهذا الشكل ليه ناحيتين. الناحية الاولانية وهي اذا كان الشعب كله 30 مليون طلعوا يقولوا لا لحكم مرسي، يبقى من الطبيعي ان الشعب ده هو طالع منتظر حاجة تانية، تغيير بقى. تغيير بقى. طيب فين هو التغيير اللي شافه؟ لسه مفيش تغيير. لا مفيش. يعني انا قلت تغيير امتى؟ لما الراجل الشارع يقول انا حسيت ان في تغيير. التغيير مش معناته ان الشاشات الفضائية يتغير الكلام بتاعها وان الحوار يتغير. لا، التغيير اللي هو يشعر به المواطن على الارض. فده اول حاجة. ده استتباعه ايه؟ استتباعه انك انت لازم ال 30 مليون مواطن اللي نزلوا واللي الجيش تولى مهمة اصلاح المسار بتاع ثورة 25 يناير، لابد في النهاية ان القائمين على ادارة الدولة بعدها يكونوا حاسين بده. لكن انا كمواطن عادي وبقية المواطنين لم نشعر بان هناك اي تغيير حدث، وبالتالي ده بيعمل نوع من الاحباط في جانب، وفي نفس الوقت بيستقوي الجانب الاخر والقوى المعرقله لمسار المجتمع المصري كله في ان هي تستقوى وتستمر في الوضع اللي هي فيه. طب خلينا نقارن ما بين ثورة 30 يونيو و 23 يوليو. عبد الناصر اخذ قرارات فورية لكل محدودي الدخل للفلاحين. يعني هنا المواطن كيفية إدارة الأزمة بقى دلوقتي، الأزمة الاقتصادية، إزاي أقدر أطلع وأقول لا ده حصل تغيير، إزاي أدير الأزمة صح؟ ما هو زي ما قلت لحضرتك، هو احنا لو جينا في المقابلة بتاعت 23 يوليو و 25 يناير هنلاقي حاجة مهمة جدا. لما قامت ثورة 23 يوليو كانت قايمة بناء على مطالبات عديدة في المجتمع بالتغيير، وكان المجتمع مهيأ تماما للتغيير. قامت ضباط جيش بانقلاب عسكري، وكان وقتها كويس. ايوه وكان وقتها وبعدين الناس كلها قالوا انقلاب عسكري. طيب والانقلاب العسكري في الحكومة عمل ايه؟ تبنى كل مطالب الشعب، فالشعب واصبح ما نقدرش نقول انقلاب عسكري، بقينا نقول ثورة 23 يوليو. يعني هدي لحضرتك مثالين صغيرين خالص. الثورة قامت في 23 يوليو. في 9 سبتمبر صدر قانون الإصلاح الزراعي اللي احنا كان المفروض نحتفل به من 4 أيام، لكن للأسف الفلاح المصري ما حسش أصبح غايب
عن الموضوع ومغيب عن الموضوع. فطبعا الشارع كله قام وحس ان في تغيير. ده بعد شهرين. كويس. طيب بعد منها على طول الشهر اللي بعديه صدر قانون لتشجيع رأس المال الخاص والاجنبي. خلي بالنا بس عشان خاطر نتذكر الكلام ده. وبعدين توالت بعد كده هو القوانين، وتشكل في سنة 53 المجلس الدائم لتنمية الانتاج القومي. فالمواطن البسيط كان بيشعر بتغيير. حصل ليه بقى؟ لأن المجلس ده هو اللي لأول مرة عمل الصناعات التي لم تكن موجودة في مصر، واللي احنا للأسف عايشين عليها لحد دلوقتي وما طورناهاش بشكل كبير. عرفنا الحديد والصلب ما كناش نسمع عنه. عرفنا مصانع الكاوتشوك ما كنا نسمع عنها. عرفنا مصانع الكابلات ما كناش نعرف عنها. عرفنا مصانع السكك الحديدية ما كناش نعرف عنها. بدأ يبقى في صناعة. الصناعات التقيلة اللي تتبنى عليها صناعات أخرى، صناعات أساسية. طيب حضرتك شايف إن أداء الحكومة الحالية من الناحية الاقتصادية تقييمك ليها إيه؟ وخصوصا ان برضو هنقول ان تم اعفاء كل المدارس الحكوميه من المصروفات والكتب، وتم تخفيض، دي قرارات لسه طالعه امبارح، وتم تخفيض الاتوبيسات العامه للطلبه والطلاب. تقييمك لاداء الحكومه؟ رايي الشخصي ان ده هو هروب من المشكله الرئيسيه. هروب. ليه بقى؟ بمعنى ان ديت تسهيلات مقدمة اهلا وسهلا بها. لكن ده هو زي ما بيقولوا حباية اسبرين ما بتعالجش المرض. حاجات كلها مسكنات. وليس جذري. رح تزول بايه؟ بانتهاء العام الدراسي مثلا. لا، العام الدراسي قال لك لمدة سنة. طب هو يعني مشكلة الأسرة المصرية كانت في مصروف المدرسة؟ بس عشان لازم نكون صراحة. الشعب المصري ذكي، والشعب المصري فاهم، والكلام اللي انا بقوله مش بقوله يا استاذ جامعه، انا ده هو سمعه في الشارع من المواطنين العاديين. فعيب ان احنا نتعامل مع الشعب المصري بعد ثورته العظيمه في 25 يناير على انه شعب طفل مش فاهم حاجه. ما ينفعش. في قضايا اساسيه، انت جيتي حكومه بتعالجي شويه حاجات اساسيه في الموازنه العامه وما الى ذلك، لكن جايه وفي مطلب اساسي طوال السنه بتاعه مرسي من بعد ثوره 25 يناير ولم يتحقق. يعني زي ما بنقول ايه؟ 52 في سنه يعني 52 الحكومه حكومه انتقاليه. معلش هقول لحضرتك في سنه 52 لما طلع قانون الاصلاح الزراعي ما طلعش على ان هو جه فجاه في ذهن ضباط الحركه، لا ده كان الشارع كله والاحزاب كلها والصحافه، وارجعي للفتره ديت كلها بتطالب بده. فكان من الطبيعي لما يجي النظام الجديد اول حاجه يعملها يستجيب لايه؟ للمطلب الاول. احنا المطلب الاساسي كان عندنا اللي هو ايه؟ الحد الادنى الاجتماعي. انا بتكلم دلوقتي عن اجتماع اقتصاد كويس. الحد الادنى لايه؟ للاجور. ده اظن ما فيش حد النهارده ما بيتكلمش عنه. يعني الناس دي كلها يعني شايفه والحكومه مش شايفه، والحكومه مش سامعه. تصريحات ان احنا لسه مش هنقدر نحدد دلوقتي. ده كلام فارغ. وجهه نظري الاقتصاديه ده كلام فارغ. ليه؟ طب الحل انا هقول لحضرتك ليه. اولا احنا لما بنقول حد ادنى يعني حد ادنى يضمن قدر كبير من كرامه الانسان المصري. ولما بنقول حد اقصى بنقول علشان نقلل الفوارق بين الطبقات. يبقى 35 ضعف مثلا، يعني مثلا اديني حد ادنى. حد ادنى عندنا احنا هنا هو 500 جنيه مثلا للمواطن العادي. ما هو الرقم ده هو اللي هم توصلوا اليه. كان هو توصل اليه الدكتور احمد النجار الحقيقه، وعمل شغل كويس جدا في هذا الموضوع، اللي هو قال 1564 جنيه حتى، يعني كان حاسبها بالظبط. بس الكلام ده كان من سنتين. يعني دلوقتي 1500 دول كمان هيبقوا ما يعملوش حاجه مع ارتفاع الاسعار اللي احنا بنشوفه. بنقول
الفرق الكبير ده الفرق الكبير ده مش موجود في اي دوله في العالم. في امريكا الفرق بين دخل رئيس الجمهوريه واقل دخل 14 ضعف. في اليابان مش 35 ضعف ولا لا في اليابان 10 اضعاف. احنا عندنا بنقول 35 ضعف. ها؟ كاننا احنا في بلد مش عارف انا ايه الموضوع. دي الحاجه الثانيه بحسابات بسيطه جدا، انا مش هدخل معاكي في ارقام عشان دي يمكن بتزعج المشاهد. لو جينا للاجور اللي بتصرفها الحكومه والقطاعات التابعه لها هنلاقي ان 25% من قيمه هذه الاجور هي اللي بيحصل عليها ملايين العاملين فيها، و75% بيحصل عليها عده الاف. 25% القطاع الكبير جدا من الاجور لانه 75% من الاجمالي بيروح لعده الاف. كويس. مستحيل ان انا ابقى في دوله نقول الناس فيها بتاخد 200 جنيه و300 جنيه في الشهر كاجر، وبعدين الاقي ناس تانية بتاخد 200,000 جنيه و400,000 جنيه. ده انه عقل في الدنيا ممكن ان يستوعب هذا؟ مش ممكن بعدين الدكتور حازم ده راجل بتاع اقتصاد. طب ما دكتور حازم ازاي مش فاهم الكلام ده؟ دكتور حازم الببلاوي ذكر امبارح ان قال الحد الادنى للاجور مش هيتطبق لانه يعني اللي وصلوا ليه كان قليل. لا ما هو عايز يطبق الحد الادنى من غير ما يطبق الحد الاقصى 150 تقريبا او حاجه كده. لا هو لو عايز ده يبقى نطبق الحدين الادنى والاقصى. ساعتها هيطلع عنده فائض. لو هو طبق الحد الاقصى ايوه هياخد من اللي هم 75% دول هيوفر مليارات يستطيع ان هو يغطي بيها الحد الادنى المطلوب بل ويفيض. لما بيقول لك لما لا لان دي ايادي معلش انا عندي خبرات لا هتشوف حضرتك الموضوع مش استغنى عن الخبره. الموضوع النهارده مش موضوع خبرات في اداره الدوله. الموضوع الان ان من يقومون على اداره الدوله اياديهم مرتعشه، ولا يصح في زمن الثوره ان تقود الدوله ايادي مرتعشه. الدكتور حازم الببلاوي انا بقول ايدي مرتعشه لانه يعلم الحل فين. مفيش مشكله في مصر النهارده مش مدروسه، جميع المشاكل المدروسه. نحن الان في حاجه الى رجال دوله اقوياء يستطيعوا ان هم يتخذوا القرارات المناسبه. طب ايه القرارات المناسبه او الرؤيه السريعه اللي نقدر بيها نشق الطريق؟ حضرتك بمنتهى البساطه انت هتشق الطريق لوحدك ولا بالشعب؟ بالشعب طبعا. طيب اذا كان الشعب مش معاكي هتعرفي تعملي حاجه؟ لا. طيب الشعب مش معاكي ليه؟ لانك لم تستجيبي الى المطالب الاساسيه بتاعته. الله احنا طلعنا احتجينا على حاجات كتيره جدا في السنه اللي قعدها مرسي، وانت النهارده بقى لك داخل على 60 يوم او 70 يوم في الحكم ولم تتخذ اي قرار. المشاكل معروفه، عايزه بس ايه؟ رجل دوله وشجاعه اتخاذ القرار المناسب. اول قرار حدين فورا، ده كان لازم يتم من شهرين. كنت تخيلي النهارده الشارع المصري كله كان هيبقى عامل ايه؟ كله كان هياخد دفعه قويه. وبعدين عايز اقول لحضرتك حاجه، القضيه مرتبطه. معنى كلام حضرتك ان الحكومه لازم تبقى سابقه المواطن بخطوه علشان لازم مستجيبه لطلباته. امال هي بتعمل زي ما حصل في 30 يونيو يعني. طيب 30 يونيو دخل الجيش وعدل المسار وكان سابق. خلينا واقعيين. أيوة. كان سابق المواطن بخطوه. أيوة. اذا الحكومه هنا دلوقتي لازم تبقى برضه سابقه المواطن بخطوتين كمان طبعا او خطوه على الاقل يعني اقرب الاشياء. وبعدين هقول لحضرتك حاجه، انا النهارده لما ازود اجور الفقراء في الدوله دول هيعملوا ايه؟ اللي بياخد مثلا 500 جنيه ويزاد 500 جنيه هيحوشهم ولا هيصرفهم؟ هيصرفهم. معروف ان الميل الحدي للاستهلاك للطبقات الفقيره عالي جدا. فدول هم كل دولت هيعملوا ايه؟ هيبقى لهم طلب فعال، يعني الطلب مدعم بالقوه الشرائيه على السلع في المجتمع. ده هيخلي
الشركات المصانع اللي واقفه تشتغل هتلاقي تبدا تدور عجله تدور. يعني انت بتنتج لمين؟ بتنتج عشان تخزن ولا بتنتج عشان الناس تشتري؟ ومن ناحيه ثانيه سياسيه عشان ما ارميهمش تاني في حضن الزيت والسكر. طبعا بالظبط كده بالظبط كده، ما نوقعهمش تحت الاستغلال السياسي للعمليه اللي حلتهم الاقتصاديه. لا، ده شيء هو اللي هو ايه ممكن يدور لي عجله الانتاج مره ثانيه وتزيد فيعني مش مساله توفير ولا حاجه، لا. طب وبعدين في بنود كتيره جدا للاسراف يعني في الحكومه. يقال يعني مثلا عايزين ايه حلول غير نمطيه، عايزين حاجات كرييتيف، عايزين حاجات في حاجات. إيه؟ شوفي هقول لحضرتك حاجه. انا بدعي ان حقيقه الاقتصاد المصري واصوله قويه، وبدعي ان الاقتصاد المصري يمتلك القدره على تلبيه حاجات مواطنيه، ولكن في سوء اداره للموارد بتاعتنا، وفي زي ما قلت ايادي مرتعشه ناحيه الاصلاح. يعني هقول لحضرتك حاجه، احنا عايزين نتكلم عن استفدت في الايادي المرتعشه. طب نتكلم عن سوء الاداره. سوء الاداره ما انا جاي لك ازاي اهو. هنجيب دلوقتي احنا بنقول عايزين موارد كده اهو، طيب، وبنقول عايزين نعمل، الحكومه بتقول عايز تعمل سياسه تقشفيه. طيب هي عشان تعمل سياسه تقشفيه تعملها على نفسها الاول. ما هو ما ينفعش ان اطالب جماهير الشعب بالتقشف ولا الحكومه بتبظبط البساطه اللي هي فيها دي. ما ينفعش الكلام ده كله. يعني مثال صغير، ومش انا بس بقوله، بيتقال على مدى السنين وما فيش حد بيسمع على اعداد المستشارين الموجودين في الدوله، وعلى مئات الالوف اللي بياخدوها، وعلى مئات المليارات اللي بتروح. يعملوا بيها ايه؟ كل واحد بيجيب صحابه وبيجيب قرايبه ويعينوا مستشار ويعينوا مستشار. وحتى لما جه مرسي يقولوا لنا الكلام ده، لان توسع فيهم وشفنا مناظر المستشارين اللي جابهم كمان. يعني انا بفترض حتى ان دول كفاءات، لكن انا مش محتاج لده كله. ده مليارات، احنا مش بنتكلم عن ملايين، بنتكلم عن مليارات. تم في دراسات احمد السيد النجار، الدكتور جميله جدا. تمام. دكتور احمد السيد النجار رئيس مركز الاهرام للدراسات. الحقيقه عامل شغل ممتاز، وكذلك الدكتور عبد الخالق فاروق عامل شغل كبير جدا على الموضوع الموارد المهدره. الموارد، انا ما بقولش ان الدوله تكلفي حاجه جديده، لا. طيب هقول لك مثال يعني ناخد من المستشارين. يعني كفايه، يعني اي وزاره كفايه ليها 4-5 مستشارين 10 مش كده ولا ايه؟ مش 100 مش مئات. دي الحاجه الثانيه هقول لك على حاجه يمكن نضحك عليها شويه، لكن مش هتصدق الرقم. السيارات المخصصه للعاملين في الدوله، السيارات الخاصه، بند السيارات وما فيهم السواقين وما فيهم الجراشات وما فيهم الانفاق عليهم، ده كله بيعدي المليار جنيه واكتر. انا لو استبدلته في جميع وزارات الدوله، في جميع مؤسسات الدوله، ده الشخص الواحد له عربيتين 3 كمان. انا مش فاهم. طيب ليه؟ انا الغي ده كله واديله بدل انتقال. اتفضل، هو عنده عربيته الخاصه، هو عنده العربيه الخاصه بتاعته، اديله انا بدل انتقال، ويقدر ان هو في الحاله دهيت يصرف على العربيه الخاصه بتاعته. طيب معانا سياده اللواء محمد زكريا الخبير الاستراتيجي. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك واهلا بضيفك المحترم. اهلا بحضرتك. رؤية سيادتك، احنا لسه ما كناش بس تطرقنا للموضوع في قرار مد حالة الطوارئ لمدة 2 شهر. تمام. اولا اسمحي لي بعد ما احييكم احيي اهل اسكندرية اللي الطيبة فيهم واخداهم، والشهامة والرجولة اللي مد بيها فيهم، عظيم السلام فيهم، وعلى رأسهم مدير الامن المحترم فينا. ربنا ييسر حال اسكندرية ويسهل حالتها ويرجع الامن والامان والطمأنين لينا، ويهدي اخواتنا المختلين فينا، ونسأل ربنا ما يحاسبناش على السفهاء بأعمالهم حوالينا.
نرجع نقول اللي انا شايفه من الاخوان اللي هم غير مسلمين بيتحدوا في 3 نقاط، ويمكن الدكتور المحترم يوافقني فيهم، ان هم اعمالهم لا ادراك فيها ولا عقلانية ولا تفكير. حتى لو طبقنا ال3 نقاط على شيخ مشايخهم، ولو افترضنا القرضاوي بتاع قطر في خطابه بإثارة البلبلة والفتنة في بلدنا، لا يدرك ما يقول ولا يعقل ولا يفكر. حتى اللي احنا شايفينهم مأجورين من جانب، مختلين من جانب، يعني مرتاحين من جانب، ماشيين لا يدركوا ما يفعلوا، ينادين يهدموا يثيروا الفتنة فينا. الناس ديت مختلة فعلا. طب هنعملهم ازاي؟ هنسيب الوضع عادي ولا نمد حالة الطوارئ شوية؟ ما يعلن السيد رئيس الوزراء شهرين، لو استقر الوضع خلال الشهرين ممكن بعد 10 ايام من الشهرين ما يبدأوا يمكن يصدر قرار بوقت حالة الطوارئ واستمرارية الحالة العادية واصدار القانون فوق رقاب الجميع. طب سيادة اللواء، يعني رأي حضرتك في اللي بيحدث في الشارع النهارده سريعا بس عشان وقت. رأيي اللي بيحصل النهارده لا إدراك ولا فكر ولا تعقل، لا إدراك ولا فكر ولا تعقل. واحد ما يعني حصل قدام مني ديت، خلصوا صلاة الجمعة وتابعوا الشيخ الإمام السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، طلعوا يسخط السيسي حكم العسكر. انتوا ولا فاهمين السيسي بيعمل ايه ولا فاهمين يعني الدور المحترم اللي العسكر اللي انتوا بتقولوا معسكر لعنة الله عليكم على ألسنتكم. بعد الصلاة لقيت بنت محترمة ماشية يمكن تشكك في شكلك ووضعك، فبتقول لواحدة ماشية جنبيها ليه بتعملوا كده؟ الست اللي كانت مرتدية الحجاب خرجت بكلام أفجر مما يتصوره إنسان. هل أنت مسلمة ولا جبة ماشية زي الحمارة؟ دول مش فاهمين، لا يدركهم ولا يعقلهم ولا يفكرهم. وانا واقف واحد قال لي تصدق مش عارف ايه الناس ديت جايبينهم بالفلوس، فواحد واقف قدام مني قال لي لا ده انا مراتي معايا، اللي جنبه قال له عليا الطلاق انت مش متجوز. يا ساتر يا رب. تصوري احنا في معترك كذب. الاخوان الغير مسلمين لو مش كذابين ما يبقوش اخوان غير مسلمين، هم غير مسلمين فعلا سيادة اللواء. هذا الاداء غير ادبي واداء غير محترم. نرجع نقول الله يقوي الامن فينا يا رب ان شاء الله، الله يقوي عناصر الامن فينا ان شاء الله. تحيه لدكتورك المحترم في ضيفك المحترم، وربنا يسدد خطا مصر ويهيانا الى ما فيه الصواب والرشاد. شكرا سيادة اللواء محمد زكريا الخبير الاستراتيجي، الف شكر يا فندم. الحقيقه انا قدامي بس يعني 10 دقائق. اتفضل. ايه الاجراءات اللي يجب اتخاذها؟ بداية حضرتك ذكرت الحد الأقصى والحد الأدنى للأجور، ده مفيش كلام. الفلاحين محتاجين بقى يعني اللي عليهم ديون بقى 10,000 جنيه وال5,000، والفلاح فعلا تعبان، يعني الفلاح تم استهلاكه. يعني شوفي حضرتك بقى جيتي على الوتر الحساس. احنا كلنا عايشين بفضل العرق وسواعد الفلاحين، بس للأسف الناس اللي اهل المدينة ما يعرفوش حاجة عن الريف غير اللي هم بيشوفوه من القطر لما بيركبوا القطار او يركبوا المواصلات. لكن الفلاح المصري بيعاني اكبر معاناة الان. وبعدين في نفس الوقت احنا لما بنتكلم عن الحد الادنى للاجور العاملين في الدولة، طب الفلاحين مش عاملين في الدولة بالظبط، مش كده؟ هنعمل لهم ايه؟ سؤال منطقي جدا. ايوه. هل تتخيلي حضرتك ان السؤال المنطقي ده هو ترد عليه وزارة الزراعة بالاعلان عن بيع 1,000,000 فدان بالمزاد العلني؟ 1,000,000 فدان؟ 1,000,000 فدان بالمزاد العلني. كويس؟ الدفعة الاولى منها 340,000 فدان كان المفروض ان المزاد بتاعهم كان هيبقى يوم الاحد الموافق 1 الشهر ده.
والفلاحين دي تروح فين؟ قولي لي بقى يعني طيب. مليون فدان مين وبتبيعهم للمزاد العالمي. القضيه انه فلاح هيعرف يخش المزاد العالمي اللي الحد الادنى للفدان اللي اعلنت عنه هيبدا بيه المزاد 8000 جنيه. ما انا لسه بقول بقى، وهتطرحهم لمين؟ ما هو هنا المساله دلوقتي بس عشان خاطر توضح الامور. اللي احنا بنستصلح الصحراء ليه او الارض ليه؟ زياده الانتاجيه. علشان نزرعها مش عشان حاجه ثانيه. كويس. طيب تجربتنا خلال السنه 30 سنه اللي فاتوا قالت ايه؟ قالت كل الناس خدت الارض بغرض زراعتها وبعد كده هو بنتها وحولتها الى منتجعات. طريق الصحراوي يشهد بذلك. ما يعرف بالحزام الاخضر حوالين مدينه اكتوبر نفس القضيه. كل ده ما ينفعش. كل ده تحايل. انا النهارده اللي بيزرع الارض هو الفلاح. انا بقول التالي: بيع الارض لا، وبيع الارض غلط، لكن بيع حق الانتفاع نعم. يعني يمتلك الارض ليه؟ انت مش عايز ارض علشان تزرع، انا هدي لك ارض وازرع. حكايه انه يمتلكها معنى كده ان انا هدخل في مضاربه على الاراضي ومضاربه على الاسعار، ولن يتقدم لهذا المزاد الا الاغنياء اللي معاهم فلوس. طيب ليه الحكومه ما تقومش بتوزيع الارض دهيت مجانا على الفلاحين بحق انتفاع، كل اسره 5 فدادين، وفي الحاله دهيت بنحط شروط. الشروط دهيت ان اللي ياخد الارض يكون فلاح مزارع، ونحط شروط انه هو يكون عنده خبره ويروح ويقيم في هذه الاراضي. احنا في هذه الحاله هنعمل ايه؟ في هذه الحاله هنعمل تفريغ للوادي والدلتا، وفي نفس الوقت هننشئ مناطق جديده والارض هتتخضر. لكن يعني المليون فدان بدل ما يتم طرحها للمزاد العلني او بيعها، المليون فدان تتوزع على الفلاحين، وده شيء منطقي جدا. ومحتاجين الفلاحين ومحتاجين الفلاح معانا. يعني احنا محتاجين برضو نكسب الفلاح. مش عايزين ايادي مرتعشه بالزبط. عايزين قرار واضح وصريح نحن مع فقراء هذا البلد، سواء كانوا موظفين او كانوا فلاحين. صح. والفلاحين كمان لهم الاولويه. احنا فين هم على الخريطه المصريه؟ لا قد لما بقول كده عايز قرار جريء من رئيس وزراء. والفلاح تعبان، يعني تعبان. ده احنا ما دخلناش بقى، ده احنا ماشي يزرع زي زمان. لا ده احنا لو فتحنا بقى موضوع مشاكل الفلاح دي، ده مشاكل عايزه لها كتير. طبعا. الحقيقه يعني دكتور مدحت استمتعت جدا بلقاء حضرتك، وكان نفسي ان اللقاء يمد اطول، لكن احنا يدوب معانا دقيقه واحده بس. بنشكر حضرتك استاذ دكتور مدحت مصطفى، استاذ الاقتصاد الزراعي جامعه المنوفيه، وان شاء الله توصل بالسلامه باذن الله. وشرفتنا في اسكندريه. انا اسكندراني والله. انا بشتغل في جامعه المنوفيه، لكن اسكندراني وعايش في اسكندريه. اهلا وسهلا بحضرتك، شرفتنا. الف شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. مشاهدينا بشكر حضراتكم جدا. دي كانت فترتنا المفتوحة. بنتمنى اننا نكون اضفنا بعض المعلومات والقينا بعض الضوء على المشهد السياسي في الشارع السكندري. شكرا والى اللقاء. ايدينك يلي بحب مصر بتضحي بسنينا، يلي انت وفيت وعد كان بينها وبينك، يلي انت كنت شايلها دايما جوا عينك. تسلم ايدينك يلي انت شايل هم بلدك فوق كتافك، كل اللي عرفك واللي قبلك واللي شافك بيدعي باسم مصر ليك الله يعينك.
والناس الطيبين الناس الطيبين. حكاياتك يا زيزينيا حواديت وناس ودنيا في حواري اسكندرية وليالي المنشدين. واما التاريخ يوهج ويزاحم بالمناكب يتعبى في المراكب والغناوي الصيادين يتعدى في المراكب والغناوي الصيادين. حواري الناس الطيبين الناس الطيبين. هيلا هيلا وهيلا هيلا شيال والعمر شيلة وهموم الدنيا ليلة فيها القمر حزين ويموت بحر الليالي. عديتك وانت عالي ودفعت القهر غالي بالايام والسنين ودفعت المهر غالي بالايام والسنين.